محمدين مستنين على جابها من تحت الصفر واشتغل كل حاجة ممكن تتخيلها، وكان شغال باليومية وبيحب الغنى وصوته حلو ونفسه يبقى مطرب شعبي، واخوه ساعده في اول الطريق وما بينساش جمايله لدرجة انه معلق صوره في المحل بتاعه. حكاية المعلم فتحي البليهي ليه ما كملش في بيع اللحمة زي خالته، وايه علاقته بالمعلمة ام سعيد، وهل فعلا اشتغل باليومية، ويا ترى ليه ما كملش في محلات اللحمة، وايه حكاية المشروع بتاعه، وازاي اخوه ساعده لحد ما حقق حلمه. كواليس واسرار كتير هنعرفها في الفيديو ده. عيلته كلها من المشاهير وشعاره في الحياة القرش بنجيبه بالشقة والتعب، وأعدائي مهما يزيدوا القلب لسه حديد. وطلع من قلب شوارعنا الشعبية وكبر وتربى على إنه يكون راجل وبيجيب قرشه بنفسه، وجابها من تحت الصفر. كلامنا هنا عن أشهر معلم في الغربية، المعلم فتحي البليهي. يا ترى إيه حكايته وإزاي اتشهر وبقى تيك توكر، ومفاجأة عن اللي عمله أخوه. أسرار كتير هنعرفها النهاردة. كان شغال باليومية واشتغل في محلات اللحمة بتاعت المعلمة أم سعيد خالته ومع أخوه محمد البليهي، لكنه ما قدرش يكمل فيها، أو بمعنى أصح ما لقاش نفسه فيها، وسابها وراح اشتغل في اكتر من مجال، وفضل انه يشتغل باليوميه لحد ما جابها من تحت الصفر وفتح مشروع العمر بالنسبه له. فتحي البليهي ملوش في اللحمه وما قدرش يشتغل فيها، وراح لمجال البيزنس مان وفتح محل شوزات باسمه، وبيبيع شوزات ولبس وكل حاجه تخص الموضه والفاشن بيبيعها، والمحل باسمه ومعلق دايما صور اخوه محمد في المحل، وده لانه دايما بيقول ان اخوه ساعده كتير وانهم على الحلوه والمره سوا وما بيتفرقوش عن بعض ابدا. فتحي البليهي اول ما ظهر على السوشيال ميديا ظهر عشان يروج لشغله في محلات الشوزات بتاعته وتبقى مصدر رزق ليه، لحد ما بقى ليه متابعين على التيك توك وصل عددهم ل 135 ألف متابع، وفيديوهاته بتجيب ملايين المشاهدات. فتحي مش بس بيعرض محل الشوزات بتاعه، كمان صوته حلو وبيغني شعبي ومهرجانات، وناس كتير بتحب صوته وشجعوه يمشي في المجال ده، وشكله هينافس حسن شاكوش وعمر كمال قريب قوي بعد شهرته اللي قلبت التيك توك كلها. فتحي كمان كل شويه لما يظهر بيغني بصوته من غير ميوزك ومن غير فلاتر صوت، وحقيقي يستحق الدعم، وابهر كل اللي بيسمعه مليان احساس ومشاعر زي ما الناس كلها بتقول عنده على التيك توك. فتحي دايما عنده شعار في الحياه ان الايد الشقيانه كسبانه، ومش بس كده، شعاره كمان القرش بنجيبه بالشقه والتعب، واعدائي مهما يزيدوا القلب لسه حديد. فتحي بيحب الحياه وبيحب يتحدى نفسه لحد ما يحقق حلمه، وما بينكرش فضل اي حد ساعده، ودايما بيطلع يتكلم عن اي حد ساعده في اول سلم ليه. دايما فتحي البليهي بيشكر في اخوه المعلم محمد البليهي، وانه اكتر واحد وقف جنبه وساعده في بدايه حياته، كان دايما داعم ليه وبيديله نصايح كانت مفيده ليه جدا حتى بعد شهرته. فتحي من عيله كلها مشاهير وبتظهر على التيك توك وفيديوهاتهم بتجيب ملايين المشاهدات، لان حب الناس نعمه والناس بتحب كلهم من اصغر حد لاكبر حد، وبالذات المعلمه ام سعيد خالته، واللي بتعتبر امهم الثانيه حرفيا، هي اللي مربياهم وعندها دول عيالهم مش عيال اختها من كتر محبها فيهم. فتحي بدأ مشواره على السوشيال ميديا من غير استوديو ولا مونتاج ولا كاميرات بملايين، هو كاميرا الموبايل وتلقائيته واسلوبه اللي دخل بيها قلوب الملايين على طول من غير واسطه ولا محسوبيه. يا ترى ايه رايكم في صوت فتحي البليهي، وتفتكروا ممكن نشوفه مطرب في يوم من الايام؟ شاركونا في التعليقات.